احنا رجعنا لكم تاني، وفقرتنا النهارده فقره يوم الجمعه، وبتبقى ثابته يوم الجمعه فقره اسمها سرك في بير. طبعا سرك في بير في نادي النساء السري مش في بير خالص. ليه؟ لان في مقوله بتقول لا تفشي اسرارك للاخرين فربما لا تفشي اسرارك للاخرين، بمقوله ان سرك في بير ربما يكون هذا البير يسقي كل اهل القريه، يعني البير موصل لكل البيوت اللي في القريه. عشان كده احنا النهارده عايزين كل اللي متصل بينا، كل واحده تتصل بينا هتقول سر، مش مهم تقول اسمها عشان يفضل السر، بس احنا يعني السر بيننا وبين بعض، ولا ايه يا دينا؟ انا مش مع اني اقول سر لاي حد. انا ما بأتمنش لاي حد ان انا اقول له سر غير امي بصراحه. يعني حتى لو صحابي بحبهم قرايب، لكن انا اسراري مامتي بس. ما بأمنش غير لكده بصراحه خالص يا جماعه خالص. طب انت يا بوسي؟ بصوا هقول لكم على حاجه، كنت لسه بتكلم مع شيرين فقالت لي مقوله انا يعني بؤمن بيها، هي لكل عزيز عزيز. تمام. ولكن يعني انا زيكم مامتي بحكي لها كل حاجه، ولكن عندي صاحبتي واحده قريبه مني، هي اسمها نهى. انا بحس ان دي مصدر الثقه بالنسبه لي، بس بحس ان كل بني ادم مهما حكى كل حاجه عنده حته كده فيها يعني برايفت اريا ما بيحكيش لحد، لازم يعني حاجه تبقي محتفظه بيها لنفسك. لكن برضو احيانا انت بتتكلمي مع مامتك، ومامتك هي اكتر واحده بتحبك تكوني كويسه في الدنيا، بس احيانا بتبقي محتاجه حد برضو قريب ليكي في السن انك تفضفضي معاه. ولا ايه رايك يا برضو شيرين؟ سرك في بير ده في ستات كتير قوي ما بتعرفش ان هي تتكلم وتخرج اسرار حياتها، اللي هم بتبقى الستات الغامضه، اللي كل حياتها في بيتها كده بتبقى عارفه اللي هي ايه، مان تو مان، يعني من نفسها لنفسها. وفي ستات تانية هي مان تو مان، مش عارفه ليه مشكله اتبرجلت يعني من المكالمه محمد 100 راجل من اول البتاع. يعني وومن تو وومن. فهي لا، انا بشوف بصراحه ان بالرغم من اي حاجه احنا بشر، وطبيعه البشر ان هم غصب عنهم بيحكوا وبيتكلموا، واول بني ادم والواحد بيبقى منهار. يعني انا مثلا لو منهاره او في موقف مضايقني جدا او حصلت عندي مشكله كبيره، بيقولوا في علم النفس ان اول انسان بتصادفيه في اللحظه دي او في الوقت ده، او اول حد يتصل بيكي هتقولي له. برافو عليكي يا شيرين. فدي حاجه حقيقيه جدا. حتى لو انت مين، لو انت اكتر انسانه غامضه، انت ممكن تبقي قاعده بتعيطي راكبه مثلا اتوبيس، والست اللي قاعده جنبك تقول لك مالك يا حبيبتي، تقولي لها اصل حصل وحصل وتحكي لها قصه حياتك وما تبقيش انت عارفاها. وعلى فكره الستات اللي بيبقوا او الرجاله ايا كان اللي بيبقوا ما يعرفوكيش عن قرب او مش صحابك او حاجه، بتاخدي منهم احلى نصيحه.